يا صباح الكيكات على احلى كيكات في الدنيا. بصوا بقى الكيكه تحفه يا جماعه. هنعمل مع بعض النهارده كيكه سهله جدا، مقاديرها ولا ابسط من كده ولا اسهل من كده، ومش هعملها في الخلاط، هنعملها مع بعض كده في قالب الانجليش كيك زي ما انتم شايفين. لونها تحفه جدا، سهله، مش هتاخد منك خالص اي وقت. بيضه واحده بس، انا عاملاها بيضه واحده بس. يلا نشوف المقادير بتاعتنا والمكونات. بصوا هشه ازاي وتحفه زي ما انتم شايفين. بقى انا معايا هنا بيضه، هحط عليها فانيليا، بس انا جبت فانيليا بطعم البرتقال. وكمان هنحط عليها كوبايه من السكر. بس يا جماعه شايفين حجم الكوبايه دي صغيره، مش الكبار، مش المجات الكبيره، لان احنا عارفين القالب بتاع الانجليش كيك مش بياخد مقادير كتير. وكمان حطيت كده نص كوبايه من الزيت، وهنضربهم بقى كويس جدا بالمضرب ده. ده مضرب يدوي بجد حلو جدا وبيخلي البيض معانا مرتفع. حطيت معلقه من الخل، وكمان حطيت كده نص كوبايه من اللبن، ويلا نضرب نضرب. بصوا تحفه المضرب ده يا جماعه، هايل، مش قادره اوصف لكم. بيخلي بصوا بيضرب اكن انتي بتضربي بمضرب كهربائي. وكمان حطيت كده معلقه من السمنه، بحب احط لها كده سمنه بلدي، بتدي نكهه حلوه جدا في الكيكات. ما حطيتش برتقان، انا حطيت بس ما حطيتش برتقان، انا حطيت بس معلقه من تانك البرتقان. رحت جايه مدوباها كده في ربع كوبايه من الميه، ورحت جايه نازله بيها، وهنضرب كويس جدا جدا. وننزل بقى بالدقيق منخول. كوبايتين من الدقيق بحجم الكوبايه. انا يا جماعه عامله كله بالكوب المعياري ده، بس انخلوهم بقى كده عشان خاطر تدخلي هوا فيهم. وناخد كمان الكوبايه التانية، بس نحط البيكنج باودر الاول. انا استخدمت كيك شيف بيخلي الكيكه حلوه جدا ومرتفعه، بس برضو انخلوه. انا بحب انخله، معرفش، انا بحب انخل كل المكونات الجافه كده مع بعض. وكمان هناخد بقى الكوبايه التانية عليه اهي. انا الكوبايه التانية ما كانتش كامله قوي، يعني كانت كوبايتين الا ربع. وننخلهم برضو كويس جدا، وبعدين نقلب بقى بالمضرب زي ما انتم شايفين كده. ندخل كده المقادير كلها مع بعض. وهحط كمان رشه كده من الملح، رشه بسيطه جدا بتعادل الطعم وبتظهر لي طعم الكيك الحلو بتاعنا ده. وبعدين بقى نغلف قالب الانجليش كيك بمعلقه كده من السمنه، وكمان رشه من الدقيق. وبعدين نروح جايين نازلين بالكيكه. هو ده سمك الكيك اللي انا عايزاه، مش عايزاه يكون اتقل من كده، لان انا عايزاها تبقى خفيفه. اوكي كده. وبعدين بقى هندخله الفرن على درجة حرارة 180، بس نروح جايين خبطينه كده خبطتين على الرخام عشان يطلع الهواء منه. وبعد كده ما خرجت من الفرن، بصوا بصوا طالعة يا جماعة عاملة ازاي، تحفة. بصوا اهم حاجة تحطي الستيكس فيها وتطلع نضيفة، خلاص يبقى الكيك استوت معانا. وبصوا هشة ملت القالب بتاعنا، ريحتها وطعمها كانت مالية الشقة. بصوا لونها كمان خرافي، عايزه اوريها لكم من تحت كمان وتشوفوا حلاوتها. عاوزه اقول لكم طبعا معلقه الخل بتخليها هشه، وكمان لو عندك معلقه نشا ممكن تبقي تحطي معلقه نشا برضو عادي جدا، بيخلي الكيك حلو. وكمان احنا عززنا بقى طعمها بمعلقه التانك بتاعه البرتقال دي، بحبها جدا في الكيكات، خاصه كمان لو كيكه البرتقال بتبقى تحفه وبتعزز كده الطعم كمان معانا. وفانيليا برضو البرتقال عطت معانا كده طعم حلو برضو، عززت النكهه بتاعتنا. بصوا بقى الكيك يا جماعه طالع فاضي ازاي، طالع كده حلو جدا، لان احنا كنا مبطنينه كويس جدا، فما فيش اي حاجه لازقه فيه. قطعوها بقى بالطريقه اللي تريحكم وتناسبكم، انا قطعتها بالطريقه دي. بصوا بقى يا جماعه لونها فاتح من جوه ازاي، وطعمها كان تحفه. عايزه اقول لكم اعتمدي الكيك دي بجد. ده كيك يومي، لو عايزين تعملوها كل يوم مش هتزهقوا ولا هتملوا ابدا منها. وبيضه واحده بس، مكوناتها سهله جدا وبسيطه، وما خدتش مني اي وقت خالص في الفرن كمان، لانها ما كانتش تقيله فاستوت بسرعه، يعني تلت ساعه كانت الكيكه بتاعتنا مستويه ولونها تحفه وطعمها خرافه. استنوني بقى في وصفه جديده، ما تنسوش تحطوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي الجديده اللي انا بنزلها. والى اللقاء.